اهلا بكل اللي بيشوفونا من بريكو. احنا النهارده معانا بطلة العالم في الرمح والجلة واللي اخذت الميداليات الذهبية والفضية، ايمان البيك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا حبيبتي. احنا عايزين نعرف منك مشوارك ابتدى ازاي؟ بدأت وانا صغيرة، يعني كان عندي 12 سنة، كنت بلعب جمباز وبعد كده دخلت بقيت العب العاب قوى، بعدين لعبت كاراتيه وتايكوندو وكنت في منتخب مصر تايكوندو، وبعد كده دخلت ولعبت كونغ فو وكنت من المؤسسين في الاتحاد الكونغ فو، عامله منطقه اسماعيليه. طبعا الرياضه حاجه رائعه جدا في حياتي، بس بقالي مثلا من 2012 واحنا دلوقتي 2023 انا عندي امل وهدف ان انا اجيب ميداليه لمصر، والحمد لله الحمد لله جبت ميداليتين الحمد لله. الف حمد وشكر لك يا رب، توفيق من عند ربنا. طبعا انا بطلع بقرار وزاري بتكليف من الوزاره لتمثيل مصر وتمثيل الاتحاد المصري للالعاب القوى. انا بمثل برضك النادي الاسماعيلي. طب اكيد بما انك مرأة في صعوبات واجهتك، بما انك ست عشان تسافري بره وكمان في بيتك وكده، فازاي قدرتي ان انت توفقي ما بين بيتك وحياتك العمليه؟ والله سؤال جميل. بالنسبه للبنات هنا في مصر لما انا كنت بنت كانت بالعكس كانوا بيشجعوني جدا، وكان في صعوبه ان انا كنت من الاسماعيليه وكنت انزل اتمرن في القاهره، فكنت انزل كل يعني مثلا 3 ايام في الاسبوع، غير ان انا برجع تعبانه جدا من التمرين. يعني كان في ساعات تمرينات في المنتخب تمرينات جامده جدا، فلازم اسافر وارجع واسافر وارجع، فكانت فيها يعني مسؤوليه اولا، وثانيا مجهود ومادي. كنت انا كل ده انا بتكلفه. لما الاول ما كانش لينا اقامات، دلوقتي عاملين اقامات في مركز الاولمبي للبنات، بس لما جيت بقى حصل ان انا ارتبطت اتجوزت وعندي الولاد، قعدت فتره، بعد كده رجعت تاني لما ولادي كانوا بيلعبوا. عندي ولادي ما شاء الله دلوقتي في كل واحد بيعمل ماجستير في الهندسه والتاني في سنه 5 هندسه، فعلشان كده انا يمكن بدات يبقى عندي وقت وان انا ارجع ادرس تاني في الجامعه الدراسات العليا بتاعتي. بالنسبه للبنت او المراه بقول لها لازم تكملي، لازم انت اللي بتشقي طريقك وانت اللي بتصنعي نجاحك. حضرتك شاركتي ازاي في البطوله دي او الفرصه جات لك ازاي؟ هي البطوله دي انا كل فتره بتبقى البطوله في دوله، يعني انا كان اخر بطوله في 2019 كنت بمثل مصر في بولندا، كان فيها 189 دوله. البطولة دي كانت جميلة وانا كنت تعبت عشان اشارك فيها، طبعا مفيش دعم، فانا اللي كنت بحجز تذكرة الطيارة والفندق وكل حاجة على حسابي. انا كنت بحب اشارك وكنت من زمان زي ما قلت لك انا نفسي ان انا اجيب ميداليه لبلدي وعلم بلدي يرتفع، وكانت ده حلم حياتي. فالبطوله الاخيره دي كانت قبل كورونا اللي هي 2019. في بقى البطوله دي تاني واحده انا كنت لوحدي بمثل مصر لوحدي، مش عايزه اقول لك يعني قعدت 6 شهور او 5 شهور وحاجه وايام كنت بتمرن وكنت بحيط كل تمرين اعيط، وكانوا الناس اللي بيمرنوني اللي هم الناس اللي بيساعدوني يقولوا لي فيها اللي هم انا عايزه اجيب ميداليه، انا عايزه ارفع علم بلدي. الحمد لله الحمد لله وجبتيها الحمد لله الحمد لله. عايزه اعرف منك برضو البنات يقدموا ازاي لو هم حابين يشاركوا، ونصيحه منك ليهم بقى. البنات اللي حابين يشاركوا يلحقوا يبداوا، مفيش سن عائق، في مراحل سنيه المفروض يبداوا فيها. في النادي الاسماعيلي وفي انديه موجوده وفي مراكز شباب كتيره، فيلحقوا يقدموا. وبقول لهم لازم الرياضه دي تبقى حياه، تبقى اسلوب حياه، التغذيه صحيه، الرياضه لازم استخدم طاقتي واوجهها توجيه كويس. عايزه اعرف من حضرتك بقى ايه طموحك بعد ما حققت الميداليتين؟ المفروض نبقى طموحنا ملوش نهايه، بس انا بعد ما حققت اول ميداليه عملتها الفضه وبعديها تاني يوم حققت الذهب، يعني كانت حاجه الحمد لله كرم من عند ربنا. ان شاء الله في بطوله في شهر 1 يوم 12/1/2024 في ايطاليا، فان شاء الله هشارك فيها. وفي بطوله تانية 21/7 في امريكا، فان شاء الله انا من دلوقتي اول ما رجعت بتمرن تاني وهرجع ونفسي اسافر ومعايا ناس تانية، يعني معايا فريق من مصر، عشان انا بقالي من 2012 بمثل مصر لوحدي. ان شاء الله تفوزي للمره الثانيه باذن الله. الله ميرسي جدا على الكلام الجميل واللقاء الحلو ده، ميرسي. تسلمي. احنا مبسوطين جدا لحضرتك كنتي معانا النهارده في بريكو. بريكو بيقدم لك جايزه صغيره ليكي.